السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عارفين لما تبقوا قاعدين في كافيه بتاخدوا فرنش كوفي أو أمريكان كوفي ويجيبوا لكم حاجة مسكرة كده جنبهم؟ احنا هنعمل حاجة زي كده، حاجة مسكرة بس مش مسكرة قوي، وحاجة بسيطة من غير بيض ومن غير خلاط ومن غير أي حاجة صعبة. هنبتدي نعمل مع بعض. هنزل بكوباية سكر وكوباية سميد وكوباية لبن رايب، نفس الكمية نفس الكوباية. بقى أنا بعمل نفس الخطوات، بقلبهم 3 دقايق وببتدي أغطيهم واسيبهم يرتاحوا ربع ساعة. بعد ربع ساعة بعد ما يرتاحوا هيكون السميد ده في اللبن الرايب وفي السكر وبس زي ما احنا شايفين بالطريقة دي. ابقى محضرة نص كوب من المادة الدهنية، ان كان زيت نضيف او ان كان سمنة او ان كان مزيج بين الاتنين من السمنة وبالزيت. هبتدي اقلبهم بالطريقة ديت، وهنزل بعد كده بنفس معيار الكوب او المج او الطبق اللي انا معايره بيه دقيق عادي زيرو. هناك كان سميد دقيق البسبوسه ودلوقتي دقيق عادي، وانزل بمعلقه بيكنج باودر. هنا انا قسمت الخليط بتاعي 2، نص هخلي اللون الطبيعي بتاعه والنص التاني احط معلقتين كبار كاكاو خام من غير سكر، ونفس المعلقتين احطهم على الخليط التاني علشان كده بقوا من الاتنين قد بعض. هنزل هنا في الصينيه بتاعتي اللي هدخلها الفرن او الطاجن او اي حاجه ادخلها الفرن، هي فيها زيت او فيها سمنه مش لازم ادهن الطاجن. هبتدي انزل هنا زي الشطرنج، معلقه اللون الدارك ومعلقه اللون الفاتح. انا الحقيقه حسيت ان هم قالوا ابتديت ازود معلقه تانية وابتدي العب بقى هنا بالرسمه اللي انا عايزاها، يعني كيكه، هي مش هنقول بقى كيكه، بسبوسه كيكه بسبوسه، وابتدي العب. فاض منها حبه من اللون التاني كان اكتر من الفاتح، فعملت كمان طاجن صغير. الحقيقه ادخلهم بقى بالمنظر الجميل دوت، بسم الله ما شاء الله. هدخلهم في الفرن على درجه حراره 180 في الرف الوسطاني. قعدوا تقريبا تلت ساعة. بقوم بالطريقة دي بسم الله ما شاء الله، فرنش كوفي، أمريكان كوفي، شاي بلبن، أي حاجة يعني ما شاء الله ما تجزعش النفس وما فيهاش سكر وتبقى جميلة. كانت معكم منى أبو المجد، يا رب تكون عجبتكم وتكون طريقة سهلة من غير بيض من غير خلاط من غير عجان، وهي ولا أسهل ولا أروع. أشوفكم في وصفة قادمة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.